في عالم يختبئ وراءه الغموض، حيث القوة المجهولة تتحكم في مصائر البشر، يولد بطلنا من جديد في جسد رجل عادي. إنه كلاين موريتي، الرجل الذي اختار أن يسلك طريق الغوامض، أن يصبح عرافا مواجها لقدره وصانعا للتاريخ، من جرعات تقوده إلى القوة إلى صراعات مع منظمات تسعى للسيطرة على العالم. كيرلي يقدم لورد الغوامض. فيديو النهارده مش عادي، فلازمك تركيز استثنائي. الدنيا هنا مش قتالات وتنطيط وشقلبه بس، لا، لازم تركز في كل حرف عشان النهارده شبرقة اكشن وغموض بالدرمغه. ايه جاهز بقى؟ لازمك كوبايه قهوه حلوه وجرعات مكثفه من التركيز. الرسم وتفاصيل وحبكه ما ينفعش تفوت حرف منها يا زميل. بس قبل ما نبدا لازم اعرفك انه في حدث ضخم هيحصل في القناه اول ما نوصل لل100,000 مشترك. مفاجاه حرفيا هتولع الدنيا بالحماس، الحريقه هتبقى ليفل ماكس. عشان كده لازم توصلونا لل100,000 باسرع وقت ممكن. ودلوقتي خلونا نركز في فيديو النهارده. انزل اخبط لايك كيرلي جمدان ودعونا نرى ما الذي جرى. بيقع الواد من السما وكأنه يرتبط بكيان لا يعرفه، بيصحى في أوضة مكركبة ما كانش فاهم أي حاجة، والصدمة إن الجسم اللي هو فيه ده كان جثة واخدة طلقة مميتة في الدماغ. الظاهر كده إنه مات منتحر، ذكرياته متلخبطة وحالة الفزع مالية كل كيانه. كل اللي بيقدر يفهمه إنه في جسم شخص يدعى كلاين موريتي. على جانب آخر بنشوف اتنين بيحققوا في موت الضحيتين ويلش ونايا، وده بسبب طقس سحري مجهول أدى إلى استيقاظ قوة سوداوية غامضة. والاتنين دول كانوا أصدقاء كلاين موريتي قبل ما صديقنا يدخل في جسده. نرجع بقى لبطلنا اللي تايه. الواد بيحاول يعرف أي معلومات تخص كلاين عن طريق مذكراته اللي كان كاتبها قبل ما يموت. الكلام اللي فيها ملعبك جدا. لقد عثرت على مذكرة عائلة أنتيغونيس، فككت شفرة الصفحة الأولى ولكن أحدهم كان يراقبني. وكلاين كمان كان كاتب بعض السطور المبهمة: سلسلة جبال هيرناسيس، إمبراطور الظلام، مملكة تيودور. ولكن آخر جملة وقعت على الواد كالصاعقة: الجميع سيموتون بمن فيهم أنا. يا نهار أبيض، معقولة كلاين مات بفعل فاعل؟ بيقطع حبل أفكاره صوت بنت بتندى عليه من بره. الواد شغال يخبي كل أثار الجريمة البشعة اللي حصلت دي. ميليسا موريتي، وأيوة زي ما توقعت بالظبط، الشقيقة الصغرى لكلاين. ازيك يا لولا، عاملة ايه يا نغة؟ بيسربها وبيفضل يفكر في حقيقة اللي حصل له بالظبط. بيخبي المسدس وبيقول معقولة مذكرة أنتيغونيس دي هي السبب في اغتيال كلاين؟ وبعدين أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا كنت شاب كحيان ماليش في أي حاجة. معقولة الطقس الغريب اللي أنا عملته هو اللي جابني هنا؟ ميليسا بتخده تاني وبتقول له أنا رايحة المدرسة يا كوكو. وبعدين بقى في الوكسة اللي أنا فيها دي بفكر أعمل الطقس تاني، يمكن أرجع للعالم بتاعي بدل ما اللي قتلوا كلاين يجوا يخلصوا عليا تاني. ولما بيخرج للسوق بيحس بشخص بيراقبه. المعلم بدأ يتأقلم في العالم الجديد وفاكر أغلب الناس، وده بسبب إن جزء من ذاكرة كلاين لسه موجودة. لكن كل ما يمشي في المدينة أكتر بيحس إن العيون عليه في كل حتة، كأن كل اللي حواليه عايزين منه حاجة. عشان كده بيخش يستخبى في الخيمة دي. الكاهنة بتقول له تعالى يا عمري، مين مخوفك؟ ساعتها بيكون الراجل ده رايح على الخيمة، بس بيقلق من الراجل أبو كتاب ده. الكاهنة بتفرش له ورقة تاروت وبتقول له ها، عايز تعرف إيه؟ عرفيني على الماضي والحاضر والمستقبل بتاعي. بتديله 3 ورقات وبتقول له دول يمثلوا اللي انت طلبته. يا ولاد الكفرة، أولم تعلموا أنه لا يعلم الغيب إلا الله؟ بيسحب ورقة الحاضر وبتطلع إن دي ورقة الأحمق اللي بتمثل كل البدايات الجديدة. بتدخل عليها الست دي وبتقول لها يا ولية يا نصابة، انت مروضة وحوش شغالة في السيرك وعاملة نفسك كاهنة هنا، مش قلت لكم كلام فاضي يا جدعان؟ الراجل أبو كتاب بيدخل الخيمة، بس كلاين حس بيه وخلع في ساعتها. بيرجع البيت وبيبدأ في الاستعداد للطقس اللي عمله قبل كده على أمل يرجع للعالم بتاعه. بس فجأة الواد بيصدع ودماغه بتكون هتتفرتك. بيقع على الأرض والدنيا حواليه بتتغير وفي طاقة مجهولة في المكان. حاسس بالوجع وبيصرخ من كتر الألم. بيصحى في عالم غامض مليء بالضباب والطاقة المجهولة. في الأثناء دي بنشوف راجل واقف في قلب البحر وبنت غريبة كانت في أوضتها، والاتنين بيتسحبوا قدام عينيه. وبالفعل البت بتصر على المكان وكذلك الرجل الآخر. كلاين واقف على مسافة بعيدة عنهم، والبت بتقول له ممكن تعرفنا احنا فين؟ الواد مذهول وشكله كده هو اللي
واستدعاهم للعالم ده بالغلط. بيقول انا عايز اقعد في حته اتفاهم معاهم عن اللي حصل ده، واذ فجاه اللي طلبه اتحقق في ساعتها، المكان بيتم اعاده تشكيله في الحال. في الوقت ده كلاين ادرك ان عالم الضباب ملك ليه، وحرفيا يقدر يعمل فيه كل اللي هو عايزه. الراجل الغريب بيقول له فهمني بقى احنا فين وحضرتك مين؟ الواد مش بيبقى عارف يرد، يا ترى انا مين فعلا؟ شو مينج من العالم بتاعي ولا كلاين موريتي من العالم ده؟ انا مين بالظبط؟ بياخد السكه الصعبه وبيحاول يخلع من الحوار. بيقول له اعرف مقامك يالا، انا السيد الاحمق، انا جايبكوا هنا المره دي تجربه مش اكتر. البت بتقول له طب بما انك سيد المكان هنا فاكيد عندك معلومات كتيره، انا عايزه يبقى عندي قوه المتجاوزين، اعمل ايه علشان اخدها؟ كلاين مش بيبقى فاهم منها اي حاجه، بس بيخرج من الحوار بشياكه. الراجل اللي جنبك ده هو اللي هيشرح لك، انا مش فاضي اجاوب على حاجات تافهه زي دي. وفعلا الراجل بيقول لها ان في منظمات لو انضميتي ليها هتديكي قوه المتجاوز، بس خلي بالك مش اي حد يقدر يتاقلم ويبقى من المتجاوزين، دي قوه ممكن تخسرك نفسك. على العموم انا عندي جرعتين من التسلسل التاسع لو عايزه تبقي متجاوزه، جرعه البحار وجرعه المتفرج. كلاين قاعد خرمان مدريان مش فاهم اي حاجه من اللي بتتقال. جرعه مين ومتجاوزين ايه يا جدعان؟ بيستنتج ان اسم الجرعه هو اشاره لطبيعه نوع القوه، ورقم التسلسل هو مستوى القوه بالظبط. الاتنين بيقولوا احنا عاوزين نتجمع تاني عشان نشوف حوار المتجاوزين ده. كلاين بيقول لهم كل يوم 2 الساعه 3 هستدعيكم. في الوقت ده بيحس بحد بيخبط عليه في الاوضه، وجسمه خلاص مش قادر يستحمل عالم الضباب اكتر من كده. بيقول لهم بطلوا رغي انتوا الاتنين، لغايه كده الاجتماع خلص. بيدوا التحيه، وبالفعل كلاين بيلغي عالم الضباب وكل واحد فيهم بيرجع لمكانه من تاني. والمعلم بيصحى في اوضته، الباب عمال يخبط وهو مرعوب. بيخبي المسدس واثار الدماء اللي كانت موجوده وبيروح علشان يفتح الباب. بيتصدم لما بيلاقي نفس الراجل اللي كان عمال بيراقبه. بيقول له انا ليوناردي من شرطه المقاطعه. بيحاول يقتحم الشقه وفي راجل تاني بيظهر بيقول له ما تقلقش ده مجرد تحقيق بسيط. بيخاف لما بيعرف منهم ان اصحابه والشونايا ماتوا منتحرين اثناء ادائهم لطقس مجهول. ليوناردو بيمسك المذكره، الجميع سيموتون بمن فيهم انا. قصدك ايه باللي انت كاتبه ده؟ عارف انكم مش هتصدقوني بس فعليا انا في حاجات كتير مش فاكرها. دان بيقول له في مسدس مسروق واحنا شاكين اننا هنلاقيه هنا. بيقول له موجود في الموقد هناك. قلتلي طب فسر لنا الموضوع يا حلو. بيقول لهم انا صحيت امبارح لقيتني سايح في دمي كاني فشلت في الانتحار، ومن ساعتها في حاجات كتيره طايره من ذاكرتي. دان بيقول له هيصدقك لو عملت اختبار التحقيق النفسي، وده اختبار بنعمله عشان نكشف كل الذكريات اللي موجوده في دماغ اللي بيعمله. بيخرجوا، كلاين كان رايح معاهم عشان يعمل الاختبار فعلا، بس بيقول دول لو عرفوا حقيقه اني منتقل من عالم تاني هيفشخوني. بيقطعهم عيل صغير كان سارق رغيف عيش. ساعتها كلاين بيختفي من المكان وبيجري بسرعه البرق، وبعد شويه تعثرات بياخد ساتر في الحاره دي، بس فجاه بيلاقي حد بيدلق عليه ميه. المعلم بيخاف ولكن مفيش حاجه بتحصل. بيرفع عينه من هنا وبيلاقي الزمن واقف مش بيتحرك. يا حلاوه، الدنيا بدات تتحرك حواليه بطريقه مش طبيعيه. عرف ساعتها ان في متجاوز في المكان. بيطلع يجري، بس انت رايح فين يا حلو؟ المكان بيتسد. بيعكس على الناحيه التانيه ونفس الفكره تاني. بيخش في حاره يمينه وبيفلت على اخر ثانيه، وبعدها بيقول لصاحب العربه اطلع على المينا يا اسطى. بينطلق الراجل بالفعل، والمعلم بيطمن ان مفيش حد وراه، وبعد شويه بيطلب منه يقف، والراجل بيقول له نقف ليه يا غالي؟ سحقا يا جماعه، ده بيطلع دان سميث الظابط اللي كان موقفه اساسا. ساعتها كلاين بيصحى مخضوض وبيقول يا لهوي يا جدعان ده كان حلم بشع بشكل. بيبص جنبه الواد بيتصدم، بيلاقي دان وبيقول له اهلا بيك مره تانيه يا غالي. بيقول له انا دان سميث من منظمه نايت هوك، يعني مش ضابط ولا حاجه. كلاين بيعرف ان دان متجاوز وقدرته هي التلاعب بالاحلام، بيقدر ينيم اي حد وبعد كده بيقدر يتلاعب باحلامه بشكل كامل. وفجاه معالم الارض بتتغير، واحده ست بتقفشه وبتقول له اثبت مكانك، وبتغوص جوه افكاره وذكرياته، لكنها مش بتقدر تشوف كل الذكريات لسبب غامض. بتقفشه فجاه وبتقول له مذكره انتيجونيس فين يلا؟ اليوم اللي مات فيه الاتنين صحابك كنت بتعمل ايه؟ بيمسك مسدسه وبيقتل نفسه، ولما بيقوم بيفهم ان كل اللي حصل له ده كان اختبار التحقيق النفسي اللي دان قال عليه، ودي قدرة المتجاوز الخاصة بالست دي. بتقول لي دان على الرغم من ان في ذكريات ما قدرتش اوصل لها، بس الواد فعلا صدق في كل اللي قاله، لكن لازم ناخد بالنا من الواد ده لاني حسيت بطاقة مخيفة لما كنت جواه. دان بيقول له مذكرة انتيجونيس اللي كانت معاك مفقودة، الناس كلها هتستهدفك وهتبقى عايزة تقتلك، لو حابب تحمي نفسك يبقى لازم تبقى متجاوز وتنضم لينا.
بعد كده بيروح كلاين فعلا عشان ينضم للنايت هوك ويبقى متجاوز. المكان اللي وصفه دان كان عباره عن حانه صاخبه، الراجل لسه كان هيكشم له بس المعلم بيقول له انا تبع دان سميث. ساعتها قال له طب خش من هنا يا غالي. بينزل الواد فعلا وليوناردو بيمسي عليه، والسكرتيره بتعرفه على اعضاء النايت هوك اللي في المكان، لحد ما بالفعل بيوصل لمكان القائد. ودان بيقول له اهلا اهلا يا كوكو، دلوقتي انت رسميا من النايت هوك. بيعرفوا ان منظمتهم تابعه لفرقه كبرى اسمها الليل الدائم. اهم حاجه خلي بالك تفقد السيطره لما تاخد جرعه المتجاوز. كلاين بيتصدم ودان بيقول له كل اللي هنا ماتوا بسبب فقدانهم السيطره بعد ما خدوا الجرعه. ركز معايا يا كلاين، في 22 مسار للمتجاوز، المسارات دي بتعبر عن نوع القوه اللي انت حابب تاخدها. كلاين قال له مش فاهم. قال له يا عم هبسطها لك، انت اتفرجت على ون بيس؟ قال له اه. قال له لوفي عنده قوه ايه؟ المطاط يا ريس. طب ايس عنده قوه ايه؟ قال له النار يا ريس. اهو بالظبط كده، عندنا 22 مسار، يعني عندنا 22 نوع قوه مختلف، انت تقدر تختار منهم براحتك. قال له طب الجرعه دي عباره عن ايه بالظبط؟ قلت لي انك شفت ون بيس مش كده؟ ايوه يا ريس قسما بالله. لوفي جاب قوته منين؟ كل فاكهه المطاط. طب ايس جاب قوته منين؟ كل فاكهه النار. اهو بالظبط عندنا كده، كل مسار في ال 22 ليه جرعه خاصه بيه، لما تشربها هتجيلك قوه المسار اللي انت اخترته. بيقول له عارف ان الكلام ملعبك شويه، بس روح للعجوز نيل في غرفه الكيمياء وهو هيفهمك كل حاجه. كلاين بيخرج وبيفكر يا ترى يختار انهي مسار. بيدخل لغرفه الكيمياء عشان يقابل العجوز نيل. العجوز الخربان بيقول له انا معايا كشكول عمره يجي 150 سنه كده للامبراطور روزيل، نفسي افهم منه حاجه بس ده مكتوب بلغه غريبه جدا ومحدش قدر يفك شفرته. كلاين بيبص كده وبيتصدم حرفيا، ده اللغه الصينيه اللي موجوده في العالم بتاعه. بيتفاجئ اكتر لما بيلاقي ان الامبراطور روزيل ده هو نفسه امبراطور الصين القديم. معقوله يكون منتقل بين العوالم زي كده؟ واللي لفت انظار كلاين اكتر هو كلام الامبراطور اللي مكتوب، كان بيعبر عن ندمه لانه ما اختارش مسار المتنبئ لما قرر يبقى متجاوز. بيقاطعه العجوز نيلو بيقول له مالك مركز كده ليه؟ اذا كان انا ما عرفتش افك الشفره انت هتعرف يعني؟ ما يعرفش ان دي اللغه الصينيه وكلاين حلها بالفعل. الواد بيصدمه فجاه وبيقول له انا خلاص قررت، انا عايز جرعه مسار المتنبئ. العجوز بيقول له يا سلام عيني، ده انا امبراطور الكيمياء. بيستخدم مكونات غريبه كده، شويه عشب دم تنين على ورق لورا ذهبي، حبه بركه من غير سمسم، وبالفعل بيصنع له جرعه المتنبئ بنجاح. كلاين بياخد الجرعه وبيديها، بتبدا تمتزج مع دمه وحمضه النووي والدنيا حرفيا بتلف بيه. الواد بيركز وبيحاول يسيطر على قوته، بس ده قوته بتتسرب وبيدمر المكان. بيحاول يسيطر اكتر واكتر، وكل ما يتخيل حاجه عشان يركز بيفقد السيطره تماما، لغايه ما بالفعل بينجح وكانه عينه بيغلفها غشاء غريب. بيبص على العجوز نيل وبيقدر يشوف حالته، بيحس بحاجه غريبه في المكان بس بيصدع لانه مش متعود على قدراته الجديده. العجوز بيقول له لما تبقى عاوز تفعل قدرتك او توقفها خبط على جبينك مرتين. الواد بيجرب وفعلا بيطلع كلامه صح يا جدعان، ونيل بيقوم مديله معدات المتنبئ الخاصه بيه. بعدها بيروح كلاين لدان اللي بيديله اول دفعه من مرتبه، ولما بيخرج ليوناردو بيكون مستنيه بالعربيه. بيقول له احنا اي نعم منظمه للمتجاوزين بس في نفس الوقت متخفيين على اساس اننا شركه امنيه، في طفل مفقود واحنا محتاجين قدرات المتنبئ بتاعتك علشان نلاقيه. بيديله قطعه من هدوم الواد، وكلاين بيمسك عصا الاستبصار، خبطتين على الدماغ وبيفعل قدرات الفنان. الاستبصار عنده فعلا جمدان، التتبع شغال وحرفيا الواد بيقدر يشوف محيط المدينه بالكامل. وبالفعل تم تحديد مكان الصبي الصغير اليوت. بيعرف ليوناردو كل ما اليوت يتحرك خطوه بيخليهم يعكسوا الاتجاه عليه، قدره مرعبه فعلا. واخيرا بيوصلوا للمكان الموعود، بيدخلوا وكلاين بيقول له في الاوضه دي خبطتين على الدماغ، عندنا 2 خاطفين ورهينه واحده. المجانين دول حرفيا مختلين تماما. ليوناردو بيكسر الباب وتعالوا لي يا غوالي. طلع من احد الخاطفين بس ده ليوناردو يلع الشقلب يمين وشمال والجامد ولا همه، ادرينالين الدنيا ولع في دمه. هو بانش شمال في يمين وبرجل بينهي ميتين امه. كلاين بيروح ينقذ الواد وبيسال الفتاك عن هويه المجرمين دول، بيقول له دول شويه خمرجيه مالهمش لازمه. بس كلاين بيلاحظ ريشه غريبه في المكان، والخاطفين جسدهم بيبدا يتحول بطريقه مرعبه. بس على مين؟ ده انا جامد ابن تنانين. ليو بسرعه ليس لها مثيل بيفنش ابوهم. في واحد منهم بيجري، بس لو ليو ابن تنانين فالمتنبئ اللي بجد ما تشغلوش شياطين. بيحاول يتتبعه وبعد لحظات بيتفاجئ بالوحش جنبه، وهي طلقه من مسدس عراف النايت هوك بتجننه. الوحش بيطير فوق السما، ولكن هل ليوناردو هيحل؟ لا والله، بيفعل قوه المتجاوز وبيحاصر الوحش بالاعصار. فتلك هي قوه مسار شاعر منتصف الليل. نعم يا ساده، انه السفاح ليو.
لسه بيطمنوا على الواد، لكن المتنبئ بيسمع اصوات في كل حته بيقول انا حاسس ان كلاين كان موجود في المكان ده قبل كده. وفي التحقيق بيتضح ان جوز المعاتيه دول اتحولوا للوحوش الغريبه دي بسبب انهم شربوا جرعه المتجاوزين بس ما قدروش يسيطروا عليها. بيسلموا على بعض كده، ولما بيطلع كلاين ليوناردو بيكلم حد الظاهر انه مختفي وبيقول له لاحظت ايه في الواد. الظل بيرد عليه وليو بيقول له انت كمان حاسس كده. بعدها بنشوف كلاين وهو راجع مبسوط بعد مهمته الاولى، واول ما بيدخل البيت بيلاقي نفسه في نفس المكان اللي انقذه فيه الطفل إليوت. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيخرج مخضوض وبيستشعر حاجه من الشقه اللي جنب مكان الاختطاف، ولما بيقرر يدخلها بيلاقي مذكره أنتيغونيس مكتوب فيها الجميع سيموتون بمن فيهم انا. فجاه رمز الاحمق بتاع ورق التاروت بيجي تحتيه. المعلم بيصحى مخضوض وبيقول احيه، هي دي رؤيه ولا ايه؟ بيتيقن فعلا ان الشقه المقابله للخاطفين فيها دليل عن المذكره اللي هم بيدوروا عليها. فاكرين الراجل ده اللي كان عايز يروح ورا كلاين الخيمة بس خاف من ليونارد؟ المعلمين بقى كانوا زانقينه، ولما دان دخل في كوابيسه وأحلامه عرف إن هو اللي دخل مذكرة أنتيغونيس وسربها في السوق. ليو بيقول له أكيد عشان كده كان بيحاول يوصل لكلاين، وبيطلع إن المعلم ده تبع جماعة النظام السري، أكيد هيبعتوا ناس غيره عشان يوصلوا للمذكرة، إحنا لازم نوصل لها قبلهم. بيدخل عضو من النايت هوك وبيقول لهم إن كلاين وصل لدليل، والقطعة الأثرية دي بتملك قوة جبارة وممكن تكون مدمرة. الأسلحة الخطيرة شكل كده بتكون مختومة ببوابة تشانيس العظيمة، قطعة من الدرجة التانية، يعني قطعة حرفيا ممكن تكون مميتة. أيوة يا كوكو، البت اللي طلعت ميتينك أول مرة شفتك فيها. بعدها دان بيكون مصدوم لأن القطعة الأثرية اللي وصلت لهم كانت أخطر من المتوقع، وعلشان كده لازم نستخدم القطعة دي لأنها من صناعات العيلة بالفعل. بيعملوا حركات غريبة كده، قال إيه؟ علشان القطعة الأثرية تتفعل ساعتها بتتنفض الشنطة وبتصوب عليه. ذلك شيطان أنتيغونيس. دالي بتقول ده مستحيل، تعويذة منتصف الليل مش شغالة معاه. الوحش فقد السيطرة، دان مصدوم ومش عارف يعمل أي حاجة. بيحاول يماطل معاه وبيركب فوقيه، وبيطلب من دالي تلاقي نقطة ضعف بسرعة. بيدشمل أمه والبت بتفعل تعويذة نظرة الموت عليه. دان بيقول ده أكتر من مجرد روح ميتة. بيكتشف إن المذكرة هي اللي مقوياه ومسيطرة عليه. يا سلام عيني، القائد بيفعل شبكة الأحلام وقدرته جمدان. ليوناردو هو كمان شغال ينط يمين وشمال. دان بيزود قوته أكتر، وثلاث طلقات من السفاح بتولع ابو ام الكلام. تقنية دان غرضها هو اضعاف الوحش واحكام السيطرة عليه. كلاين بيفعل الاستبصار وبيلاقي ان المذكرة عمالة تزيد في قوته اكتر كل ما يضعف. طاقته المخيفة بتنفجر فيهم، وليوناردو بيترمي من شدة قوته. هاريسون بيحاول معاه لكنه بينخدع يا تعبان. بيتفجر الوحش بميتين ابو ام المكان، وتحت انظار القائد دالي ساعتها بتكون مصابة جامد. دي فجرت نفسها حرفيا. دان بيديها جرعة شفاء، وكلاين بيقرب كده وبيدور على مذكرة أنتيغونيس. أول ما بيلاقيها بيروح ناحية بورجيا وبيطيروا في ثواني. ساعتها بيدخل القطعة الأثرية في نطاقهم. يا نهار أبيض، أيوة كل الشقلبة اللي كانت من شوية دي كان خطة عشان يقربهم من بعض، خطة محكمة عشان يخلي القطعة الأثرية تتحكم فيهم. الشباب بيتسمروا في مكانهم حرفيا، والقطعة الأثرية بتتجنن وبتتحكم فيهم. لكن كلاين بسرعة بديهة عالية بيفكر يعمل حاجة قبل ما الدمية تسيطر عليه. ساعتها بيستخدم بطاقته الرابحة عالم الضباب يا جماعة. كل مسار في ال 22 جواه 9 تسلسلات بيبدأوا من الأضعف للأقوى، وكل تسلسل بيبقى ليه اسم وقدرات أكبر من التسلسل اللي قبله. مسار المتنبئ على سبيل المثال، أول جرعة بتاخدها بتكون جرعة التسلسل التاسع واسمها جرعة العراف، وده زي ما قلت لك بيكون التسلسل الأضعف لغاية ما تستوعب القوة الكاملة لجرعة التسلسل اللي انت خدتها، وده عادة بيتطلب شوية وقت. بعدها بتاخد جرعة التسلسل الثامن اللي عرفنا اسمها بالفعل وهي جرعة المهرج، ثم التسلسل السابع، ثم السادس، وهكذا دواليك. طب ازاي بيتم استيعاب الجرعة اساسا؟ ده اللي هنعرفه كمان شوية. ليو بيقول له انا وانت نقدر نعمل حاجات صعبة على غيرنا، اوعى تفتكر اني ما كنتش اقدر اتدخل من شوية، ده انا سايبك بس بمزاجي. الى اللقاء يا كوكو. بيرجعوا القطعة الاثرية للبوابة، ودان بيقول له عارف انك عايز تبص على المذكرة، بس احنا لازم نسلمها لليل الدائم، وبما انك اثبتت كفاءتك فانا هوصيهم عليك. بس التاسع يعني ازاي؟ ساعتها بنشوف الجرعة اللي جوه كلاين. بيقول الشعور اللي انا حاسه ده هو كده الجرعة بتتهضم. بيروح بعدها على الجامعة
عند أستاذ التاريخ بتاع كلاين وبيحكي له عن تحقيقهم في مذكرة أنتيغونيس اللي كان مكتوب فيها كلام عن دولة اسمها الظلام الأبدي تقع في منطقة سلسلة جبال هيرناسيس. بيقول له الاسم ده مألوف بس مش فاكر بالظبط، كنت شغال تبع شركة أمن مش كده؟ قال له أيوة، ظابط بحقق في التحف والحاجات التاريخية، ما تقلقش من حاجة يعني. طب خلي بالك يا كلاين، بلاش تدخل نفسك في مناطق مظلمة وذلك كي لا يتم سحقك، ولا بتبشر بالخير أبدا يا صاحبي. وفي ليلة مظلمة بنشوف راجل بيتعذب نفسيا بواسطة كيان غامض ومرعب عمال بيتوسل إن مذكرة أنتيغونيس غامضة حقا، مهما فعلنا تظل بين أيدينا مجرد مذكرة عادية، لهذا السبب وجدنا بعض أكباش الفداء للتحقيق فيها، نحن حقا لم نخن منظمة الشفق. الكيان الغامض بيقول له كل أكباش الفداء بتوعك ماتوا يا مغفل، لا وكمان المذكرة اتاخدت منهم ودلوقتي بقت مع النايت هوك. الراجل بياكل صوابعه الاتنين وبيقول له لأ، لسه في كبش واحد لسه عايش، سامحني واديني فرصة أخيرة وساعتها هجيب لك راسه والمذكرة معاها. وعلى جانب آخر كلاين كان قاعد مع العجوز نيل واللي كان بيعلمه تعويذة جديدة هو لسه مش بيستخدمها، وهي تعويذة الطقس. بيخرج المعلم بعدها وكان بيفكر في إنه إزاي يقدر يهدم الجرعة بسرعة، وبيقول إن الإمبراطور روزيل كان قايل في مذكراته إنك لازم تمثل وتتقمص شخصية التسلسل بتاعك، وده علشان الجرعة تتهضم كويس وتعرف تتطور بسرعة. ساعتها بيقابل بنت من نادي التنبؤ وبتعرض عليه انه بيدخل للراجل فعلا، وده على امل انه يعرف منهم ازاي يمثل دور العراف بشكل كويس. على كلام الامبراطور روزيل فده ممكن يخليه يهدم الجرعة بشكل اسرع. ولما بيتخنق من القعدة كلاين بيفعل قوته وبيقول له يبقى عالج رئتك اللي بايظة دي، وفي حاجة كده كأنها عين سودا في نص دماغك، روح يا عم اكشف قبل ما تعمل علي عراف. وبيسيبه وبيمشي، وساعتها بيقابل السكرتيرة اللي بتقول له اكيد انت كلاين العراف، اصل افضل عرافينا فينسنت قال انك هتيجي النهارده، هو خلاص قرب يخلص، اصله بيعمل طقوس المرآة السحرية. كلاين مش فاهم من امها حاجة، بس الباب بيتفتح وبيشوفه بيعمل طقوس سحرية غريبة كده، بيفعل قدراته وبيلاقيه بيدي هدية للبنت اللي قصاده. اول ما بتخرج بيستشعر قوة غامضة جوه الصندوق اللي معاها، وساعتها بيدخل لفينسنت اللي بيقول له انت بتورط نفسك في مشاكل والفترة اللي جاية هتخش في مأزق كبير. طب يا عم العراف الفاجر، انقذ نفسي من المأزق ده ازاي؟ بيقول له التجمع والعائلة ممكن يكونوا هما كلمة السر. كلاين بيفسر التجمع على انه التجمع اللي بيحصل في عالم الضباب، وبيشكره وبيمشي. وبناخد بالنا من الايد اليسرى للكاهن فينسنت واللي فيها صباعين مقطوعين. لما بيرجع بيفضل يفكر ازاي يرجع لعالمه من تاني. هل عالم الضباب هو طريقي للعالم بتاعي؟ لو فعلا كده فانا قدامي خطتين، الاولى اهضم الجرعة وافضل اتقدم في التسلسل على امل اقدر اتحكم في عالم الضباب وانتقل لعالمي من تاني. اما الخطة التانية هي ان نعمل شوية تعديلات على الطقس اللي جابني هنا اول مرة وافعله في عالم الضباب. ولكن اثناء كده بيسمع صوت حركة غريبة بره، بيفتح الباب وبتطلع ميليسا كالعادة فايقة ورايقة وبتلعب بالسلاحف، بس بتقول له ان صاحبتها عزمتها على عيد ميلادها وبتطلب منه يجي معاها في يوم عيد الميلاد. بيفتكر كلام فينسنت ساعتها لما قال له تجمع وعائلة، اكيد المأزق هيحصل يوم عيد الميلاد، وتجمعي انا وميليسا في عيد الميلاد هيخلينا نتجنبه، بركاتك يا حاج فينسنت. وبعد ذلك الحوار كلاين بيستدعي الجماعة بتوعه، الرجل المشنوق والانسة عدالة، دي طبعا اسمائهم الرمزية في العالم ده، يعني مش اسمهم الحقيقي ولا حاجة. كلاين بيفعل قدرات العراف وبيفضل يستكشف في هالة الاتنين، بيلاحظ ان الراجل المشنوق من مسار البحار والانسة عدالة من مسار المتفرج. بيعرف ساعتها ان قوته كعراف بتتضخم في عالم الضباب. بيقول لهم معاكم الاذن لو عايزين تتكلموا. البت بتقول لهم انها بقت متجاوزة من مسار المتفرج. الراجل المشنوق بيقول لها ان المسار ده بيعرفها خبايا الناس وكل افكارهم، بس خلي بالك لما تعرفي اكتر عن نفوسهم اوعي يبان عليكي اي رد فعل، وده علشان تقدري تتوغلي جوه افكارهم ومشاعرهم كلها. خلي بالك مش معنى انك خدت الجرعة وما فقدتش السيطرة نبقى خلصنا، لا 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 لا، لازم تستوعبي قوة الجرعة والا ممكن تفقدي السيطرة في اي وقت. كلاين بيدي خبطتين وبيقول ما اسمهاش استيعاب الجرعة، بمعنى ادق لازم تهضم الجرعة وكمان لازم تتقمص اسم الجرعة بتاعها كأنها بتمثل في مسرحية، ودي هي طريقة التمثيل. هو ده معنى هضم الجرعة، انك تمتصها وتمثل شخصيتها حرفيا. الشباب بيتصدموا من وفرة معلوماته وبيشكروه على مساعدتهم. كلاين بيقول لهم اي اسئلة تانية؟ البت بتقول طب هو لو حيوان شرب الجرعة بالغلط هيحصل حاجة؟ احيه يا جدعان، ده الكلب بتاع البت بيطلع انه شرب من الجرعة بالغلط. بيقول لهم اما هيتحول لوحش يا اما هيموت يا اما هيبقى كلب متجاوز، عقبالك. بتفضل تسأله اسئلة كتير وهو بيجاوب بكل سلاسة لانه جاي من عالم متقدم
القديم، وكمان في حاجات كتير عرفها من مذكرات الامبراطور روزيل. اما الهبل بقى فكانوا فاكرينه كيان مطلق المعرفة. يا ولد العبيطة ده بيضحك عليكم. بيقول لهم انا عايزكم في مهمة، محتاج مذكرات الامبراطور روزيل كاملة، وكمان يوم الحد عايزكم تعملوا طقس سحري وتستدعوني. وبيلقنهم التعويذة اللي هيقولوها لما يجوا يستدعوه. بعدها العيال حرفيا بتترعب منه، بيعاملوه كقوة مرعبة مسيطرة على عالم الضباب. هي دي حقيقة السيد الأحمق بالنسبة لهم. ساعتها كلاين بيفض الاجتماع وبيرجع لبيته تاني، وبيشوف ميليسا واخوهم التالت بنسون بيتجهزوا كلهم وبيروحوا التلاتة لبيت سيلينا صاحبة ميليسا. البنت بتطلع لهم، بس ايه ده؟ مش دي نفس البنت اللي كانت عند الكاهن فينسنت؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وفي الاثناء دي كان الراجل المشنوق بدأ بطقس الاستدعاء. بتبدأ الحفلة والدنيا رايقة زبادي بالمانجا. وبعد ان غشى الليل ذلك الحفلة المشؤوم بنشوف البنات بيفتحوا صندوق المراية دي. الله، مش دي اللي كلاين كان شافها قبل كده؟ بتقول لهم دي مراية ممكن تجاوبنا على أي سؤال نسأله. عم الصمت وبدأت سيلينا في بعض الترنيمات الغامضة. شكله كده الموضوع في حاجة. كلاين فعلا بدأ يحس بالخطر. ساعتها بنشوف عضو منظمة الشفق فينسنت يا جماعة بيقول لقد تم إعداد طقس الذبح. كلاين موريتي أنا في الطريق إليك. البت المتخلفة فاكراها مراية بتعرفها المستقبل وعمالة تسألها شوية أسئلة. كلاين بيحس بالخطر وبيقرب من المكان. بيفعل قدرته وبيلاحظ ان المراية بتسود وفيها شخص مجهول. الواد بيتصدم والبت بترتسم على محياها ابتسامة خبيثة. كلاين مش عارف يعمل ايه، بس بيفتكر سحر الطقس اللي اتعلمه من العجوز نيل قبل كده. بيدور على الادوات اللازمة للطقس ده، وفي تلك الاثناء الدنيا كانت مريبة عند البنات. وحش المراية بيخضهم، وبالفعل المراية بتخرج عن السيطرة. سيلينا بتتحول لمخلوق مرعب حرفيا. واضح جدا انها تحت سيطرة فينسنت بشكل كامل، لكن ليس في وجود عراف النايت هوك. بيكلبشها من هنا وبيبدأ في تفعيل الطقس في ساعتها، وعشان كده المراية اللي عند فينسنت بدأت تتقفل في وشه. لكنه بيفعل تعويذة مرعبة وبيرمي كتلة دم جوه المراية. البت فعلا كأنه حصل لها تعزيز للقوة، وبتهجم على الواد بكل غشومية. بيديها طلقة في التانية، والشيطانة ولا فارق معاها تماما. بتخنقه وبتخترق جسده بشعرها. بتقوله لازم تتراجع عن أفعالك. السيد بتاعنا رحمك بالموت وانت رفضت الموت اللي هو اداهولك. لازم تعرفنا انت لقيت جوه مذكرة انتيجونيس. بيحاول يمسك مسدسه لكنها بتهدده بحياة ميليسا. خلاص نهايتك دي يا صاحبي. بس ايه ده؟ في طاقة غامضة في المكان. كلاين كان بيموت بس ده بيفوق، والشيطانة بتفقد السيطرة. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ده الانسة عدالة بدأت هي كمان في طقس استدعاء الاحمق. فينسنت مصدوم لكنه بيقول انا هقتلك حتى لو استخدمت دراعي كأضحية. بيرميها جوه المراية والشيطانة قوتها بتشتعل. بيقوم يكمل الطقس اللي بدأه عشان يحرر سيلينا. لسه هتهجم عليه بس الوعاء اللي عمل فيه الطقس بيمتص الروح الشريرة اللي جواها. بتقع البت وكلاين بيصوب على المراية الملعونة، وبكده ينتهي خطر فينسنت. بيروح بعدها يطمن على ميليسا. ساعتها بيكتشف انه نجا بفضل الانسة عدالة. القوة اللي نتجت عن الطقس تسببت في تجمع قوة عالم الضباب جواه وعززت قوته. وعلى جانب اخر فينسنت كان مرعوب من سيده لانه فشل مرة تانية. بيجي يهرب لكنه بيلاقيه في وشه. بيقول له اقبل مني رحمة الموت يا فاشل، وبيخلص عليه. يا نهار ابيض، دي نفس الكلمة اللي اتقالت لكلاين. هو ايه علاقة كلاين القديم بمنظمة الشفق؟ هل هم فعلا اللي قتلوه زي ما الشيطانة قالت؟ هل دي حقيقة انتحار كلاين ولا في خبايا اكتر من كده؟ وفي التحقيق كلاين بيحكي لدان عن كل حاجة، وبيعرفوا ان فينسنت اكيد تبع منظمة من اللي عاوزين المذكرة. بيدخلوا عليه الأوضة وساعتها دان بيفعل قدرة الأحلام عليه. ولما بيدخل جوه دماغه بيلاحظ كيان مرعب مقلوب في السماء. دان بيتصدم، ده مين صاحب الهالة المرعبة دي؟ وفي يوم آخر كلاين كان مروق الدنيا وبيحضر عرض أوبرا. ساعتها بيقابله دان وبيقول له إن المقر الرئيسي بعت ناس ياخدوا مذكرة أنتيجونيس لمدينة باكلوند، والأنسة دالي راحت معاهم. كلاين بيعرفه إنه حقق في التعويذ اللي كانت على المراية، واكتشف إن فينسنت كان تابع لمنظمة الشفق. أما بالنسبة للكائن المرعب اللي شافه فده هو الرمز اللي الجماعة دي بتتبعه. بعد كده في ست بتزور كلاين بتديله صورة زوجها وبتقول له إنه اختفى على متن سفينة الفالفا. السفينة كان المفروض ترجع من شهر بس مفيش أي أثر ليها. بيفعل قدراته وبيدور عليه. بيشوفه غرقان وحالته مزرية تماما، وبعدها خرج على أحد الشواطئ. عشان كده بيروح للقائد عشان يساعده في
قضية السفينة دي، لكنه بيقول له جالنا معلومات عنها بالفعل بس احنا محتاجين أدلة أكتر من كده عشان نحقق في القضية. بعد أسبوع كامل بيلاقوا الست بتشكر الراجل ده لأنه قال إيه رجع لها جوزها، والأغرب من كده بقى إن الراجل بيقلق من تواجد دان وكلاين في المكان. ماير جوز الست بيسلم على كلاين والعراف بيسأله عن شعوره بعد رجعته. بيقعدوا مع بعض وبيقول له من ساعة ما رجعت من السفينة وأنا بحلم بكابوس مرعب بشكل متكرر. بيطلب منه يشوف الكابوس بقدرات العراف بتاعته، وبالفعل بيغوص كلاين جوه كابوس الراجل وبيتفاجأ بدم مالي السفينة، وفي راجل غريب بيرمي طفل رضيع في المية وبينط وراه، لكن ماير بينقذه لأنه عايز يعرف هو ليه بيعمل كده في عيل صغير يعني. خد الصدمة التقيلة بقى، كلاين بيكتشف إن الكابوس ده غير واقعي تماما، وإن الكابوس ده أصلا مجرد رؤية رمزية عشان توصلهم للمجرم الحقيقي اللي خطف السفينة. هو إذ فجأة بيتخيل بشخص وراهم. ثواني يا شباب، هو ده نفس الشخص اللي رجع ماير ولا أنا بيتهيألي؟ ساعتها بينتقل كلاين لمكان غريب وموجود فيه عرش مجهول، عمال بيسمع همس بيردد وبيقول هيرناسيس فيلجيريا. بيوقف قدرته على طول وبيقول في نفسه هو أنا مش هخلص من حوار هيرناسيس ده، أنت المعلم أزيك يكتشف حاجة بقى. دام بيخبط عليهم وكلاين بيقول له الراجل اللي احنا شفناه هو اللي ورا الاختطاف، وكل ده عشان يرجع المخطوفين ويصور للناس على انه بطل. دام بيقول له الناس هتقلب علينا لو جينا جنبه، لازم نلاقي دليل على ادانته. انا هطلب تحقيق مشترك بين النايت هوك وجماعة المعاقبين وعقل الآلات الجمعي، ودول لو انت ما تعرفش يعني فهم فرقتين تابعين لليل الدائم برضه. وعلى جانب اخر في ست مجهولة بتدخل على تيريس وبيقول لها كل حاجة ماشية زي ما احنا عاوزين بالظبط. بتقول له النايت هوك بدأوا يتحركوا، خلص عليهم ودي مكافئتك، وصفة جرعة التسلسل السابع في المسار بتاعه. والغريب انه بيلاقي منقوش على الوصفة كلمة ساحرة. في الأثناء دي كلاين بيروح مع العجوز نيل لمكان غريب، وده هو سوق مدينة تنجين السفلي، غالبا كده حاجة شبه السوق السودا عندنا، مكان حرفيا تلاقي فيه كل حاجة، وده أنسب مكان عشان يجيبوا منه مكونات الجرعات. قلتلي عرفت أنا يا نيل عمال تجيب مكوناتك الغريبة دي منين؟ أنا كنت عارف أكيد مش هتجيب ودن الكلب وشعر بطن الناموس والحاجات الغريبة دي من كارفور يعني. كلاين بيقول له هو انتوا ازاي سايبين السوق السودا دي كده عادي؟ يا عم روق كده وفكر شوية، جماعة المعاقبين سايبة الدنيا كده عشان يعرفوا يسيطروا على السوق، لأن لو الحاجات دي بتتباع في كل مكان هيبقى صعب السيطرة عليها. وخلال ما هم بيشتروا شوية حاجات كلاين بيلاحظ تواجد تيريس في المكان، بيروح وراه وشكله كده بيحاول يشتري مكونات التسلسل السابع اللي هو خدها من الست الغريبة. ايه الغريب ان في راجل ماشي وراه ونيل بيقول له ده مخبر من جماعة المعاقبين. وها قد بدأنا. بتحصل مطاردة شرسة بينهم، كلاين وراهم، واثناء كده تيريس بياخد طلقة في دراعه مما ادى لسقوط الطاقية بتاعته في ايد العراف. بيحاول يهرب والمطاردة لسه شغالة. ساعتها بيقابل القائد دام بره اللي بيقول له انه للاسف تيريس هرب. بيركبوا مع بعض العربية ودام بيعرفه ان المعاقبين لقوا ادلة بالفعل لتورط تيريس. كلاين بيفعل قدرة العراف وده عشان يحدد مكانه، ودام بيعرفه ان تيريس متجاوز من مسار القتلة، وده غالبا معناه انه متعاون مع طائفة الشيطانات، منظمة هدفها نشر الكوارث والخراب وكل اعضائهم من النساء. بيوصلوا بالفعل للمكان المحدد ودام بيدخل وبيخلي كلاين برا. ساعتها بتخرج مجموعة من النساء من المكان والمعلم بيحس انه شاف الست دي في حتة قبل كده. دام بيقول له للاسف ما لقيناش حاجة، وعلشان كده بيعلقوا صورة تيريس بصفته مجرم مطلوب. وبعد البحث لأيام لم يتم العثور على أي طرف خيط يخص تيريس، وكلاين اترقى في النايت هوك، ورغم محاولاته في الرجوع للعالم بتاعه من خلال عالم الضباب إلا إن كلها بلا فائدة تذكر. شغال يتعلم طقوس أكتر، بيتمرن وبيزيد في قوته أكتر وأكتر، وعلى مدار فترة كل حاجة كانت هادية لغاية ما ليونارد بيزور كلاين بيقول له إن الجرائم زادت 5 أضعاف في آخر أسبوعين، وعلشان كده تم توكيل المهمة دي للنايت هوك والمعاقبين وعقل الآلات الجمعي. في حاجة غلط في البلد، ناس بتموت، ناس بتولع، والدنيا حرفيا خربانة. ليو بيقول له اغلب الوفيات كانت من طبقة الفقراء والمشردين. كلاين بيفعل قدرته على الست اللي ميتة دي وبيكتشف انها اتسممت لان في واحدة لمستها في الطريق. ال3 فرق متجمعين وبيقولوا كل الحوادث اللي حصلت دايما فيها شيء مشترك واحد، وهو انه الستات لازم دايما يبقوا موجودين في الموضوع. قائد المعاقبين هافر شاكك ان تيريس ليه علاقة بشكل ما،
بيقول اكيد تيريس ليه علاقة بطائفة الشيطانات وهم اللي بيعملوا كده. كلاين بيفضل يحلل الموضوع وبيحلل كل الجرائم اللي حصلت. ساعتها ليونارد بياخد باله وبيقول انا وكوكو عندنا نظرية، الاتنين بيتشاركوا الكلام، كل اللي ماتوا كانوا فقراء ومرضى، كده كانوا هيموتوا قريب، اللي عمل كده كان عاوز اللي اتبقى من روحهم عشان يستدعي كيان شيطاني او علشان يفعل لعنة في المدينة كلها، وكل ده يشير الى طائفة واحدة، طائفة الشيطانات. بيقتنعوا فعلا ودان بيقول لازم نوقف المذبحة اللي هتحصل. ليو بيديله سلسلة تخص احد الضحايا الحديثة، والعراف بيبدأ شغله وفعلا بيلاقي المكان، وبالفعل بيروحوا ناحية المكان المشؤوم، ولكن في طاقة غريبة عمالة تشتت قدرات الواد. ليونارد بتجيله خطة جهنمية، احنا اوريدي في المنطقة المنشودة يا جدعان، مش محتاجين كلاين في اي حاجة. بكل بساطة هنشوف ايه اكتر مكان حصل فيه جرائم مكثفة اخر فترة، وساعتها هنتيقن من المكان. بيدوروا فعلا والعراف بيأكد لهم هو ده موقع الذبح. دان بيقول لهم انا هسحب الناس جوه الاحلام بقدرتي، وليونارد هيتسلل ويهاجم. دان بيفعل قوته جمدان، البت دي بتحس بحاجة غلط بره، بتلبس وبتفعل تعويذة الاختفاء. ساعتها بيبقى في ارواح مختفية كتير حوالين البيت، بيهجموا على فري والبت بالخنجر بتديه، بس على مين؟ ده بيطلع وهمي بسبب تلاعب دان. ليو بيهجم هو كمان ودخل في مود القلبان، لسه يقضي عليها لكنها بتقطع كف ايديها. هي بنت اللعيبة خرجت من تقنية تلاعب الاحلام بتاعة القائد بسبب شعورها بالألم. دان بيقول له اوعى تقرب مهما حصل، ولو حسيت بالخطر اهرب فورا. الواد مش مصدق، ده ليونارد من التسلسل الثامن وفري من التاسع، هو عدونا من التسلسل السابع ولا ايه؟ ليو بيصوب عليها بس الجامدة بتفعل تقنية الاستبدال. دان بيخش بتقنية غبار التلج والبت بتدخل جوه. المكان مليان بالارواح المجهولة، والبت بتدخل تعمل طقس الشيطانة، ايوه رمز الدمار والكوارث كلها. القوة بتعم القصر ودان بيوزع عليهم المهمات. عدونا دلوقتي من التسلسل السابع على الأقل، وكمان دلوقتي بتدعموا قوة شيطانية. أرواح الظلال بتهاجم ليو وهو في التصدي، المعركة شغالة يمين وشمال. دان في الأثناء دي نجح إنه يتوغل القصر وأثر طقس الذبح في كل مكان. الستارة بتحاول تخنقه بأقصى قوة، بس القائد بيتحرر منها وبيديها طلقة. إيه ده؟ الدم طلع من الستارة. قصاده بقى بيشوف بنت بتفكره بالشيطانة الأزلية لطائفة الشيطانات، بتهجم عليه لكنه بيستخدم قوة الأرق وبيفلت منها. ساعتها بتهرب منه وبتهاجم ليونارد بوردة بره وبتختفي. ليو ساعتها بيرمي الوردة وبيروح في نفس الاتجاه بتاعها. في الأثناء دي البت بتقول تعالالي أنا هوريك قوة الساحرة. ليو بيبص في إيده وبيتصدم لما بيكتشف إن ده سحر أسود يا جدعان. بيقطع ضفره وبيلف خصلة من شعره عليه، وهي شغالة تقوي في تأثير إصابته أكتر وأكتر. بيغرس اللي عمله ده في دمه وبيرميه، والساحرة بتزود طاقتها لدرجة إن الضفر اختفى. سلام يا ابن العبيطة، بتنط من على الجسر وبتختفي قبل ما تلمس المية. ساعتها بنشوف ليو وهو بيقول نفدت بجلد يا بنت الجزمة. في الوقت ده كلاين كان بيفعل قوته في المراية لأنه عايز يشوف كل اللي بص فيها في خلال الأسبوع اللي فات، والصدمة إن البت دي هو شافها قبل كده، دي نفس البت اللي خبطت فيه ساعة ما كانوا بيدوروا على تيريس. بقول لك إيه يا كوكو، البت دي شبه تيريس نوعا ما مش كده؟ ودان بيكتشف إن طقس المذبح اللي اتعمل كان عشان يتم لعن أي ناجي من سفينة الفالفا، يعني تيريس فعلا هو المشتبه الأول. ليو بيقول له الست دي هي تيريس شخصيا يا ريس. فري مصدوم بيقول له افندم ده ازاي يعني؟ كلاين بيقول بطريقة ما تيريس هو البت دي. ده يفسر ارتباطه بطائفة الشيطانات. معقولة اتعمل عليه طقس خلاه واحدة منهم؟ على جانب اخر بنشوف الواد بكل الشياكة جوه القطر بعد ما هرب منهم. يا واد يا بت انت. وفي أحد الليالي المظلمة بنشوف راجل مجهول بيرسم رسومات غريبة بالدم، شغال بيرسم زي المجنون. بس ايه ده؟ مش ده المعلم أزيك برضه؟ وفي الأثناء دي بنشوف النايت هوك بيقتحموا قلعة لامود القديمة، وده بعد شكوى البنت دي من بعض الكوابيس الغريبة. كانت بتشوف قلعة لامود وفيها شبح فارس، علشان كده الشباب حضروا معاهم قطعة أثرية من الدرجة الثالثة، قطعة الشمس المقدسة المتحولة، تقدر تطهر أي شبح في نطاق 15 متر، وده في خلال دقيقة واحدة بس. عيبه انه لو فضل شغال 6 ساعات متواصلة كل اللي في المكان هيهلوسوا زي الحمقى، ولغاية دلوقتي اصلا فهو عدى منهم 3 ساعات ونص بالفعل. بيتسللوا الشباب جوه القلعة ولكنهم بيحسوا بحاجة غريبة في المكان. كلاين بيفعل قدرته بس في ثانية الشبح قدامه. دان بيتدخل بس اتقل يا غلبان، بص فوقك يا تعبان.
فجأة سيف بينزل كان هيدشملهم، السيف عمال يطير في المكان لغاية ما بيوصل للفارس الشبح. الشباب مصدومة، ده من غير راس. بينقض عليهم بس ده عراف مش كوز بدلاس، بيكتفه والوحش ولا همه. بيتحول لكائنات صغيرة ودان بيقول لفري شوف لنا نقطة ضعف بسرعة. الشبح بيهجم على القائد وبيطيره، قطعة الشمس المقدسة بتقع والوحش بينطرها بعيد. بيكمل درمغة في دان وفري بيقول له نقطة ضعفه هي قفاز ايده اليمين. كلاين بيحاول يعمل اي حاجة بس الوحش بيديله كوع بيكسر له وشه تماما. الغريب ان كلاين مش حاسس بالوجع، بيتضح ان دان كان مفعل قدرة الكابوس عليه، يعني كل ده كان ثابت في مكانه وبيتهيأ له انه اتحرك. اصلا انا عارف غباء واندفاع المستجدين يا رحمك. الوحش يعلن الهجوم والقائد ماسك القطعة الأثرية. خلاص يا حبيبي الدقيقة عدت بالفعل. القطعة الأثرية بتفرتك الشبح وبتخليه يتلاشى تماما. دان بيقول كل ده عشان نسيت اعمل لايك لكيرلي يعني. فري بيقول له الشبح ده غريب وواضح انه ليه علاقة بالقلعة. دان بيبقى فاهم كده بس اشمعنى يعني ظهر دلوقتي. كلاين بيلاقي صورة شخص من الحقبة الرابعة عمرها أكتر من 1000 سنة. أكيد دي صورة صاحب القلعة البارون لامود الذي اختفى في ظروف غامضة. والأنقح إن كلاين بيحس إنه يعرف الراجل ده. هو مش ده المعلم أزيك برضه؟ بيقول له مفيش أشباح دلوقتي بس إحنا لازم نقعد شوية نطمن، بس لازم واحد فينا ياخد القطعة الأثرية ويقعد بيها لوحده، لأن زي ما قلت لك لو خلصت ال6 ساعات وإحنا في نطاقها هنبقى هبل ومهووسين حرفيا. كلاين بيقول لهم هقعد أنا. طب إحنا واقفين بره لو حصل أي حاجة نادينا. بيقعد الواد وبيمسك الشعار وبيقول البتاع ده غريب، حاولت استخدم عليه قدرات العراف بتاعتي وبرضه مفيش عنه اي معلومات غير ان اصله من مملكة انتس وانه مرتبط بمسار الشمس. معقولة ده يكون بسبب ان في طاقة مجهولة بتمنع قدراتي؟ ثواني، انا قوتي بتزيد جوه عالم الضباب صحيح. بيخش فعلا لعالم الضباب وبيفعل قوته عشان يشوف اصل البتاع ده. بيشوف راجل من فريق الشمس الابدية واقف قدام الشيء ده وماسك القطعة في ايده. السائل الذهبي بيخش جواها والراجل بيترمي على الارض. كلاين بيخبط خبطتين وده علشان يرجع المشهد تاني. بيبص كده وهو مش فاهم ده ايه السائل ده اساسا. بيلمسه من هنا وعينك ما تشوف الا النور. بيبص وراه بيلاقي الشمس في وشه. الواد بيتحرق حرفيا والنار قايده في جسمه، وشه بيسيح وبيصرخ من كتر الالم. بس فجأة قوة الضباب بتحاوطه وبتطفي النار. بيقوم ومش بيبقى مستوعب اللي حصل له. بيكتشف ان دي ضريبة النظر المباشر لرمز من رموز الفرع، رمز الشمس الابدية. فلولا عالم الضباب فعلا ما كانش هيفضل منه رماد حتى. لكن فجأة كل الجروح اللي عليه بتخف وبيشوف كلمات غريبة حواليه. ملاك البياض النقي، كاهن النور، وكلام مريب وعجيب حرفيا. بيشوف كمان جملة معناها اوعى تبص بطريقة مباشرة لرمز من الرموز. واغلب الكلام الباقي كان عبارة عن مكافآت خدها لانه ما ماتش بعد نظرته للرمز، منهم تميمتين من قوة الشمس وكمان جرعة التسلسل الرابع من مسار الشمس. بس الواد مستغرب هيعمل ايه بوصفة من مسار مش بتاعه، بس بيقول لازم ارجع دلوقتي عشان محدش يحس بحاجة. بيرجع فعلا وكله زي القشطة، لكنه بيقول هو ايه ملاك البياض النقي اللي كان مكتوب ده؟ بعد مدة كل حاجة رجعت طبيعتها ودان بيقول لكلاين البت بطلت تشوف كوابيس وكل حاجة اتحلت. لكنه بيلاحظ رسالة من المعلم أزيك. بيروح على الجامعة فعلا لكنه خايف بسبب الصورة اللي شافها في قلعة لامود. بيدخل وسلام عليكم لكن مفيش أي حد موجود. بيلاقي ستارة كده ولما بيشدها بيلاقي رسومات لقلعة لامود القديمة. وفجأة هي عيني على المفاجأة. أنا آسف بس الفضول خدني فقلت أبص على رسوماتك كده. ما تقلقش يا كلاين، ده انا بحلم احلام غريبه كده ولما بصحى بلاقي نفسي راسمها على الحيط عادي. بياخده على المكتبه وبيديله بحث عن سلسله جبال هيرناسيس. ولما بيجي يمشي ازيك بيقول له لا يا حلو اقراه هنا، البحث ده ملكيه للجامعه وما ينفعش تخرج بيه بره. بيقرا في البحث وبيقول دي شبه القلعه اللي بشوفها في احلامي، فيها عرش عظيم ومجهول. تمتد سلسله جبال هيرناسيس عبر مملكه لوين اللي هو فيها ومملكه تانية اسمها انتيس. بيقرا فيها كمان عن دوله اسمها الليل الأبدي وبيفتكر إنها كانت مكتوبة في مذكرة أنتيغونيس. ليهم معتقدات غريبة ولما حد فيهم بيموت مش بيتدفن. وأزيك بقى بيقول له الأنقح من كده إن الناس اللي فيها لما بتموت بيختفوا وكأنهم ما كانوش موجودين أساسا. وكمان بيقول له إنهم بيتبعوا رمز الليل الأبدي. كلاين بيقول معقولة يكون في ربط بينهم وبين فرقة الليل الدائم اللي النايت تكتب عليها. أزيك بيقول له أنا عملت شوية تكهنات عنك يا كلاين، أنا ملاحظ إن في تغيرات كتير حصلت لك آخر فترة، مش عارف انت وراك ايه بالظبط بس بطريقة ما حاسس ان القدر بيربطني بيك.
بيقول له انت شفت القلعة اللي على الجدار دي مؤخرا صح؟ اصلك لما شفتها توترت كده يا صاحبي. كلاين خايف موت وفجأة بيلاقي ازيك في وشه. انت تعرف عني شوية اسرار مش كده؟ ما تقلقش مني يا كلاين، انا مش عايز منك حاجة، انا عايز اعرف بس ماضية ايه بالظبط. عشان كده كلاين بياخده وبيروح القلعة اللي شاف فيها صورته. ازيك طول ما هو ماشي عمال يفتكر في ماضيه اللي هو ناسيه. بيدخلوا جوه القلعة والمعلم بيفتكر ابنه الصغير لما كان بيقول انا الفارس الملك. كلاين بيفتكر الفارس الشبح وبيتصدم لما بيعرف انه ابن ازيك، ثم يخطو خطواته ليرى ذلك السيف القديم. بيسحبه من مكانه وطاقته المرعبة ظهرت. معالم المكان بتتغير وكلاين بيبدأ يشوف طفل أزيك، لكن فجأة السيف بيقع منه والواد بيعرف ان اللي شافه كان جزء من احلام معلمه. قبو غريب بيتفتح وريحته كانت بشعة لأقصى درجة. أزيك بيدخل وكلاين وراه. بيوصلوا عند تابوت قديم وأزيك بيفتحه. بيكون حزين وغاضب بشكل مرعب. هالته قوية لدرجة انها قذفت كلاين حرفيا. آلاف من الأشباح بتتجمع عند القلعة وبتتجه ناحية القبو، ولما بتوصل كلهم بيتجمعوا عند أزيك. ساعتها كلاين بيشوف جثث الأشباح حواليه وبننتقل عشان نشوف ماضي أزيك. في الماضي كان في معركة طاحنة انتصرت فيها أحد الدول وكانوا بيحرقوا كل جثث أعدائهم اللي قتلوهم، بس في أثناء كده بيستيقظ فارس وحيد وسط كل الجثث اللي بتتحرق، وكل ده تحت أنظار العراف، وده فعلا كان المعلم بتاعه. الجيش بالكامل بيهجم عليه بكل أسلحتهم لكنه بيفعل قوته وبيتصدى ليهم. بيسحب سيفه وبينزل تشريح فيهم وفي اللي جابوهم، وبسرعة فتاكة بيطعن أي حاجة في طريقه لكنه بيقع والفرسان بيتكتروا عليه. في اللحظة دي بيفعل قوة المتجاوز وفي ايد عظيمة بتنطرهم لورا. اللي عمل كده هو الهيكل الضخم ده، فهي دي قوة أزيك، قوة مسار جامع الجثث. بيمسك سيفه وبينقض هو والوحش عليهم، وتحت ضوء القمر الدامي الفارس أزيك إيجارز يعلن فوزه في الحرب منفردا. بعدها بيرجع المملكة وبيدوله لقب البارون العظيم لامود. الفارس كانت حياته سعيدة مع مراته وابنه. كلاين بيقول طب ما هو كان سعيد، اللي خلاه حزين في الصورة؟ ولكن في أحد الأيام زوجته كانت تعبانة جامد، وسبب المرض كان هو قوة أزيك السوداء وجيش الجثث اللي وراه. بيخرج للبلكونة وكل الجيش بيعلن الولاء والطاعة للفارس العظيم، ولكن بما تنفعك القوة وعائلتك تحتضر بسببك. حتى نظرة خاطفة لابنك تفقد فيها السيطرة. كنت على قيد أنملة من سفك دم ابنك الصغير، ولذلك يغادر الفارس قصره منكس الرأس تاركا خلفه أعز ما يملك. غادر متخل عن كل شيء، الأحلام والذكريات، العائلة والأمنيات. غادر وحيدا تاركا سيفه لطفله الصغير. تلك هي قصة فارس قلعة لامود جامع الجثث أزيك إيجارز. في الأثناء دي أزيك كان غرقان في الذكريات وكلاين بيفوقه. بيبص على التابوت وبيتضح انه يخص ابنه. كلاين لما بيقرب بيتصدم، بيكتشف انه في حد نبش قبره علشان كده الشبح بتاعه ظهر. ساعتها إيجارز بيستشيط غضبا، بيفعل تقنية سلالة الدم عشان يتتبع اللي خد جمجمة ابنه، ولكن لسبب غامض التتبع بيروح ناحية كلاين في الأول. بعدها بتتفتح بوابة جثث عظيمة وأزيك عمال يدور على جمجمة ابنه ولكن بدون أي أثر. بيقول لكلاين مش قلتلك في قدر غريب بيربط بيني وبينك؟ يا ترى هو ايه حكاية الاتنين دول بالظبط؟ أزيك بيودع ابنه بكل حزن وبيقول له أنا هاخد لك حقك. كلاين بيطمن عليه لأنه أكيد عرف ذكرياته، بس هو فعلا ما افتكرش غير رتوش بسيطة. بيقول له أنا كل بضعة عقود بخش في سبات عميق، ولما بصحى بكون ناسي كل حاجة ما عدا اسمي وشوية حاجات لا تذكر. كل مرة بصحى بقصة جديدة بعيلة مختلفة، لأني غالبا كده خالد ومش بموت. الذكرى الوحيدة اللي أنا فاكرها هي إني دايما بأذي عيلتي وفي الآخر بسيبهم وبمشي. كل مرة بفضل لوحدي ومتيقن وعارف إن أنا هفضل لوحدي. كلاين عرف ساعتها إن دي هي ضريبة العمر الطويل، هي دي فعلا ضريبة الخلود. كانت تلك قصة رجل بلا ماضي كالسفينة التائهة في عرض البحر، لا ترسو على بر ولا تلوح لها نهاية. كلاين في طريق عودته بيفكر في كلام أزيك. بيقول طب ما أنا شبهك نوعا ما، يعني على الأقل أنت في جسمك مش بتشوف حد مختلف في المراية. وفي صبح وقفت أمام مرآتي وقد بانت على وجهي اختلافاتي. إني أرى شخصا في المرآة يكرهني وما أقساه كره الذات للذات.
وفي صباح يوم مشرق بنشوف كلاين ونيل وهم في حفلة، ودي بتكون خطوبة شخص اسمه كينلي من النايت هوك. أعضاء كتير من الفريق متجمعين، وأبرز الوجوه الجديدة كانت سيجا من مسار الأرق، والبت التانية دي كل اللي نعرفه عنها إنه اسمها رويال. بيوصل دان على المكان وبيقول لهم مهمتهم بتاعت النهاردة. كينلي وسيجا هيروحوا للحي الغربي، ليوناردو ورويال هيقعدوا هنا للحراسة، أنا وفري بقى هنروح للحي الشمالي. كلاين بيقول له هو أنت نسيتني ولا إيه يا ريس؟ ليو بيحاول يواسيه، والقائد بيقول له انت انزل احرس بوابة تشانيس العظيمة، ومهما سمعت اصوات اوعى تفتح البوابة مهما حصل. كمان بيقول له انت بقالك شهرين شغال، لازم تكتب تقرير لادائك علشان نبعتها لليل الدائم. وفعلا كلاين بيروح لمكتبه وبيعمل تقارير عن كل مهماته اللي فاتت، ولكن في الوقت ده بيحس بصوت غريب بره. ايوه، صوت جاي من بوابة تشانيس العظيمة. بيخرج من مكتبه والبوابة عمالة تتفتح بالراحة، والواد بيقرب بمنتهى الخوف. فجأة ايد بتطلع منها والعراف بيستعد، بتخرج منها القطعة الأثرية دي والواد كان هيعملها على نفسه. وفجأة أجراس الخطر بتدق في المكان، وساعتها الأعضاء اللي موجودين بيجروا ناحية البوابة. بيحكي لهم عن اللي حصل وإنها كانت بتديله ورقة والبوابة اتقفلت في ساعتها. رويال وليو بيتصدموا، ده وضع خطير جدا يا ابني، حصل حاجات شبه كده في الماضي والنتيجة كانت واحدة، كل اللي كانوا بيحرسوا البوابة اختفوا بدون أي أثر. فجأة في حد بيرعبهم من ورا، وده بيطلع العجوز نيل عنده شوية مغص وخارب الدنيا. الله يخرب بيتك يا عم، هو احنا ناقصينك؟ ليو بيقول له الدمية اللي انت بتتكلم عليها دي ما اتحركتش من ساعة ما اتختمت في البوابة، ايه اللي يخليها فجأة تتحرك؟ لا وكمان تستدرك حارس البوابة بالشكل ده. رويال بتقول ممكن اتأثرت بسبب قطعة أثرية جديدة لسه داخلة. ايوه هي مذكرة أنتيغونيس. وبعد ايام طويلة بنشوف العراف في عالم الضباب عمال بيقرأ مذكرات الامبراطور روزل اللي كان طلبها منهم قبل كده. روزل كان بيتكلم عن شخص اسمه زاراتول، وده كان قائد النظام السري وقتها، وان الراجل ده كان عايز يسرق قطعة أثرية خطيرة جدا من عائلة أنتيغونيس. كلاين بيقول لهم شطار عشان جبتولي اللي انا طلبته، اللي عنده سؤال يتنيل يتفضل. الأنسة عدالة بتقول له اسلوب التمثيل فادني جدا، بس انا عايز اعرف امتى ههضم الجرعة بشكل كامل. ما تقلقيش يا لولا، طالما بتستخدمي طريقة التمثيل بصرامة فالموضوع مش هياخد غير من شهر ل6 شهور. الراجل المشنوق بيقول له انا سمعت اشاعات من حد في نظام الشفق، اشاعات بتقول انهم بيدوروا على المكان الحقيقي للرمز بتاعهم. كلاين بيفتكر الحلم بتاع دان وبيقول له طبعا انا اعرفه كويس، ده رمز العملاق المشنوق. الواد بيتصدم من وفرة معلومات السيد الاحمق كالعادة، وبيقول له هو المعلومات القيمة اللي انت بتديها لنا دي ندفع لك ايه تمنها المزيد من بقايا مذكرات روزل الاول، يا اما اي معلومات تخص عائلة أنتيغونيس. بيقول له معرفش غير انهم بيملكوا مسار غريب ومرعب، تاريخ العيلة اللي نعرفه بس بيوصل لغاية الحقبة الثالثة، يعني حوالي 2000 سنة كده. وفي الحقبة الرابعة كان في 3 عوائل ساهموا بشكل كبير في تشكيل إمبراطورية تيودور. ايوه، عائلة أنتيغونيس كانت من ال3 عوائل دول، وتم تدمير الحقبة دي على ايدين رمز فريق الليل الدائم. كلاين بيتصدم، بيقول لهم انتهى الاجتماع، انصرفوا فورا. تم تدمير عائلة أنتيغونيس بواسطة رمز الليل الدائم. ماذا عن ذلك المسار الغامض الذي يخصهم؟ ما الشيء الذي أراده النظام السري من تلك العائلة؟ النظام السري مشهور بمسار العراف، فهل سأتمكن من الحصول منهم على وصفة التسلسل الثامن؟ اسكت بقى، لازم اهدى وافكر بالراحة. عمال يفكر وبيقول في حاجة غلط في القضايا اللي فاتت، ازاي كلها مترابطة ببعض كده؟ اروح عشان اعرف مكان عيل صغير بالصدفة، بعدها الاقي دليل للمذكرة هناك بالصدفة، وبعد ما اروح اكتشف ان في حد سرق المذكرة واختفى، وبعدين نلاقيه بكل سهولة باستخدام القطعة الأثرية، وبالصدفة اروح عيد ميلاد مع اختي، وبالصدفة اكتشف تعويذة واحد من نظام الشفق كان عايز المذكرة وبيتتبعني. يا سلام، لا والله يا جدع، كل دي صدف؟ اكيد في حد بيتلاعب بكل ده من وراء الستار، بيعمل طقس العراف عشان يعرف سبب اختطاف الطفل إليوت من الاساس. بيلاقي المذكرة قدامه، وده معناه ان اختطاف إليوت كان مجرد وسيلة عشان ياخد دليل عن وجود المذكرة. بيكمل طقس العراف وبيتوغل في المدينة عشان يلاقي دليل، بس برضه مش عارف يوصل لأي حاجة. كل ده عشان انا لسه في تسلسل ضعيف. بيقول طالما هضم الجرعة ما تمش يبقى في وسيلة افضل من طريقة التمثيل اللي روزل قال عليها. بيعمل طقس العراف تاني، والمرة دي عايز يوصل لدليل يخص جرعة المهرج. بيلاقي نفسه في الضلمة وجنبه جثة بيبر، والناحية التانية بيلاقي جثة المهرج وبيطلع منها كتلة دم غريبة، وقدامه بيلاقي ويلش صاحبه بياخد المذكرة من فينسنت. فاكرين بقى ويلش ونايا اللي ماتوا؟ بيتضح هنا ان ويلش خد مذكرة أنتيغونيس من فينسنت، وده علشان السبب اللي وضح لنا قبل كده، ساعة ما فينسنت كان بيتكلم مع الشخص الغامض وبيقول له انا اديت المذكرة
مذكرة لأكباش فداء عشان يحققوا فيها. أيوة يا صاحبي، أكباش الفداء دول كانوا ويلش ونايا وكلاين اللي مات منتحر. نرجع بقى لبطلنا تاني اللي بتجيله فكرة جهنمية. طب بما ان النظام السري مشهور بمسار العراف، يبقى ممكن استدرجهم بواسطة مذكرة أنتيغونيس، وساعتها هعرف منهم وصفة جرعة المهرج. طب بالمناسبة يعني هي ايه كتلة الدم اللي خرجت من المهرج دي؟ ومين الشخص اللي انا شايفه جنب فينسنت ده؟ بعد كده بقى بنشوف ست بتدور على كلاين في نادي العرافين، وده لانها عايزه توصل لراجل هربان من العداله، والشخص ده هو لانيفوس، مشتبه بيه في قضيه استثمار الحديد الخام من جبال هيرناسيس. حجم الاستثمار بتاعه كان بمبلغ ضخم، وده اللي صدم كلاين اكتر. بيقول لها صوره ما تكفينيش عشان اوصل لمكانه، انا عايز غرض ملموس يخصه. بتقول له يا سلام، ده بنت اخويا حامل منه، اعمل طقس العراف على ابنها. قال لي الربايه خد فلوسنا وسابها حامل وهرب. يا ست انتي لو كان طفل رضيع كنت هعرف، بس ده لسه ما اتولدش، هعملها ازاي يعني؟ بنت الجزمه بتمسك البت وبتقول لها انت هتولدي دلوقتي، عايزين فلوسنا اللي وديتينا في داهيه. البت بترفض طبعا، والست بتجري وراها بره. بيقول لي السكرتيره انا حلمت بفينسنت الله يرحمه وكان مع الراجل ده، هو انت تعرفيه؟ البت بتقول له شفتهم بيتخانقوا من شهر، وكانوا بيقولوا حاجه كده عن الاطلال حاجه كده يعني. معقول يكون قصدهم اطلال قمه جبال هيرناسيس؟ بيفتكر بطاقه المكتبه اللي كانت مع فينسنت وبيروح لها فعلا. ساعتها لما بيجي يكتب اسمه بيلاحظ اسم لانيفوس مكتوب في الزيارات، بيلاقي كمان اسم شخص توقف عن المجيء فجأة بعد وفاة فينسنت. يا حلاوة، أكيد ده هو الراجل المطلوب. في الوقت ده الراجل كان وراه بيقلب في الكتب، ولما الواد بيروح هو كمان يقلب فيهم بيتصدم بيه قدامه. بيحاول يقف بثبات وما يظهرلوش أي خوف أو توتر، وفجأة الراجل بيطلع يجري. إيه ده؟ وأنا اللي عامل لك حساب يا أخي؟ بيطلع ينط وراه وبيلاقي آثار دمه في كل حتة. الدم اللي بيتبخر ده هو دليل على متجاوز فقد السيطرة، وفي ثانية المتوحش بيظهر في المكان. الراجل بينقض عليه وكلاين مرعوب بيغمض عينيه والوحش بيقع على الارض. لو النبي لا يا راجل، انت هتستظرف معايا يا عم الوحش. طب بقول لك ايه، خد دي. ايه ده؟ احنا خلصنا خلاص كده؟ انت عبيط يا وحش بارب انت. كلاين في ساعتها بيفعل قدرات العراف عشان ياخد منه وصفة جرعة المهرج. فعلا بيشوفه بيكتب وصفة الجرعة والواد فرحان، بس بيلاقي معاه رمز العملاق المشنوق. قوة الرمز بتتدخل في قوته وبتمنعه يعرف الوصفة. ساعتها دام بيكون وراه، انت لو اتصرفت من تلقاء نفسك تاني ههينك، مفهوم؟ كلاين بيعتذر وبيقول له مش هتحصل تاني يا قائد. هو انت في ايه مالك ياض؟ كل ما نسيبك شويه تجيب لنا مصيبه وتيجي. جسد الوحش الروحي بيكون تلاشى، ومعنى كده ان قدرات العراف مش هتنفع معاه خلاص. ليو بيلاقي معاه جواب من منظمه الشفق، وكان مكتوب فيها ما لقيناش حاجه تانيه في مذكره أنتيغونيس، وده باستثناء وصفه العراف والمتدرب والمهرج. مكتوب كمان انه في كنز سري سابته عيله أنتيغونيس وراها. بما ان العيله دي متميزه بمسار المتنبئ، فاكيد كانوا عارفين انه سيتم ابادتهم، علشان كده خبوا الكنز. والجماعه دول بقى معتقدين ان الكنز مخبأ في قمه جبال هيرناسيس. واخيرا الشخص كان كاتب انه بيعمل تحضيرات يوم الفناء، وحينما انتهي سأقدم بشر المدينه كأضحيه وكقرابين. بعد كده بيدخل كلاين لعالم الضباب، يعني المسار المرعب بتاع أنتيغونيس طلع هو مسار المتنبئ بتاعي. عمال بيفكر في كلام ليو، بيقول كلامه صح، مستحيل كل دي تكون صدف. بعد ما النظام السري فقد المذكرة، كلاين انتحر بعدها على طول، ومن ثم انا انتقلت لجسمه. شفت مذكرات روزل فقررت بسببه اني ابقى من مسار المتنبئ، وحسب بقية المذكرات اللي خدتها من اعضاء نادي التاروت، فالسبب اللي خلى روزل يتمنى مسار المتنبئ كان بسبب زراتول قائد النظام السري وقتها. الله، يعني حالتي مشابهه لحاله روزل يا جدعان. ثواني بقى نرجع بالاحداث شويه. انا رحت للمكتبه عشان بدور على راجل، وسبحانه الاقيه هناك فعلا. ده القدر الجميل اللي مليان صدف ده. في شخص بيلعب معايا من وراء الكواليس، ولو ده صح فعلا فانا لازم افكر في شيء واحد، ان كل المؤامره دي بدات في اليوم اللي كلاين قتل فيه نفسه. بيستخدم قدره العراف عشان يفهم السبب الحقيقي وراء موت كلاين، وبيقول عارف اني لسه ضعيف وممكن ما اوصلش للحقيقه. عارف كمان ان قدرات العراف مش مطلقه، بس ساعتها بيحس بالجرعة جواه. القوة بتنبض في جسمه من كل اتجاه، وده مالوش غير معنى واحد، جرعة العراف قد تم هضمها بالكامل. المفتاح كان الإدراك بأن قدرات العراف غير كافية وغير مطلقة. فعلا الواد قوته زادت وبيقدر يشوف المدينة بسرعة البرق، يطير فوق السحاب في ثانية وينزل يتمشى في ثانية. حرفيا يقدر يوصل لأي حاجة بيدور عليها في أي مكان. تلك هي ذروة التسلسل التاسع من مسار المتنبئ، تسلسل العراف.
وفي خضم ما هو فرحان بقوته المطلقة بيبص المكان في مدخنتين كبار باللون الأحمر، بيحاول يقرب منهم بس كل المباني بتقف قدامه كأنها بتقول له انت لسه مش مطلق القوة يلا. وفجأة بيتنطر لعالم الضباب من تاني. ده ايه المداخن الحمراء اللي انا شفتها دي؟ معقولة الشخص اللي بيعمل فيا كده موجود هناك؟ وفي الوقت الموازي لكل الأحداث السابقة بنشوف جمجمة تينو ايجرز اللي مسروقة، فاكرينها؟ جمجمة ابن أزيك اللي اتحول لشبح يا جدعان. بنشوف طقس مرعب بيتعمل بيها، وده باستخدام جسد الست اللي معلقين في رقبتها رمز العملاق المشنوق، واللي بيعمل كده كان لانيفوس ابن الغدارة. عمالين يعملوا في التعويذة واللي غالبا كده بتكون استدعاء روح شريرة، واللي حسب ظني فهو رمز العملاق المشنوق شخصيا. المكان بتملأه الطاقة ودمهم بيمتزج بجسد الست، بس فجأة يا عيني على المفاجأة. وإلى هنا يا صديقي ينتهي القسم الأول من لورد الغوامض. يا ترى مين الشخص اللي بيدبر كل ده من وراء الستار؟ حكاية مذكرة أنتيغونيس وإيه سر العيلة دي من الأساس؟ وهل هيقدر لانيفوس وجماعته إنهم يستدعوا العملاق المشنوق فعلا؟ كل ده وأكتر هتعرفوا في القسم الثاني من الحكاية. انزل اخبط لايك كيرلي جمدان وعرفني عايز القسم الثاني إمتى. اوعى تنسى كمان حوار 100,000 يا فنان، وتذكر دوما أنه إن كان لنا بقاء فإلى اللقاء.